ماذا سيفعل ألونسو أمام باريس؟ تحليل مفصل لأفكار الفريق، الحل الصادم في النهاية. إذا كنت مدريدي حقيقي، اضغط لايك واشترك في القناة لكي نحلل مع بعض خطط تشابي ألونسو في الفيديوهات القادمة. ريال مدريد يستخدم فالفيردي لحماية ألكسندر أرنولد. كيف سيحدث ذلك أمام باريس سان جيرمان؟ بينما يواصل تشابي ألونسو فرض أفكاره التكتيكية على ريال مدريد، برزت تعديلات دقيقة وملحوظة في أداء الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية. وقد استمر هذا التوجه عندما فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث أظهر الفريق أسلوب لعب مرناً ومتغيراً حسب وضعية الاستحواذ أو فقدان الكرة. وبسبب صعوبة تقدم الكرة أمام يوفنتوس، عاد ألونسو لاستخدام خطة رباعي الدفاع عند الاستحواذ، حيث عاد أوريلين تشواميني للعب في مركزه المعتاد في خط الوسط بدلاً من قلب الدفاع ضمن خطة ثلاثية. هذا التغيير منح ريال مدريد القدرة على تحريك الكرة أفقياً وعمودياً لتهديد دفاع دورتموند. وبينما كان أردا جولر يتراجع أحياناً بين قلبي الدفاع أو نحو الجهة اليسرى ليفسح المجال أمام فران غارسيا للتقدم، فإن الشكل التالي كان مثالاً نموذجياً على الهيكل الدفاعي للفريق. لكن اللافت في المباراة كان الشكل الذي ظهر عليه ريال مدريد في حالة فقدان الاستحواذ. اندمج الوافدان الجديدان ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن بشكل جيد في خط الدفاع، وقد عبر ألونسو عن رضاه عن الانسجام الذي تحقق في الأسابيع الأولى. يذكر أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة في أي مباراة في البطولة. ورغم أن ألكسندر أرنولد ليس مشهوراً بدفاعه القوي في المواجهات الفردية، إلا أن ألونسو أجرى تعديلات بنيوية لتغطية هذا الضعف باستخدام فيدريكو فالفيردي. الدولي الأورغوياني لعب كثيراً كظهير أيمن في ريال مدريد، لكن التزامه في حماية ألكسندر أرنولد كان واضحاً ضد دورتموند. وكالعادة كان فالفيردي في كل مكان، يؤمن الكرة، يتقدم ويطلق الهجمات عند الحاجة. وبدون الكرة كان يتمركز أحياناً كظهير جناح دفاعي. ومع ميل كريم أديمي من دورتموند للتحرك نحو الخط الجانبي، كان ألونسو يدرك تماماً مدى خطورة اللاعب السريع، خصوصاً حين يتلقى الدعم من الظهير الجناح دانييل سفينسون. لهذا أوكل لفالفيردي مهمة التراجع وتشكيل خط دفاع خماسي عند فقدان الاستحواذ. أحياناً كان هذا يعني تمركز ألكسندر أرنولد في وضعية ضيقة أقرب إلى قلب الدفاع الأيمن، وأحياناً أخرى كان الدولي الإنجليزي يعود إلى موقعه الطبيعي على الجهة اليمنى لمراقبة أديمي، بينما يتحرك فالفيردي لتغطية الفراغات ومنع أي تمريرات خلفية يستغلها دورتموند. كان ذكاء لاعبي ألونسو التكتيكي واضحاً، حيث حافظ الفريق على الشكل الدفاعي الخماسي حتى وإن تغيرت أسماء اللاعبين في هذا التكوين. على سبيل المثال، بعد مرور 23 دقيقة حين انجذب أنطونيو روديغر إلى الجناح، انتقل ألكسندر أرنولد إلى الداخل وتحرك هويسن لمركزه، فيما نزل تشواميني كقلب دفاع مؤقت لسد الفجوات. هناك العديد من الأمثلة الأخرى، لكن فائدة هذا الشكل الدفاعي المؤقت هي أنه يسمح لهويسن وروديغر، وكلاهما يفضل التقدم في الدفاع، بالتقدم وقطع الهجمات من مصدرها مع وجود تغطية دفاعية من بقية الزملاء. وحين لا يلعب كظهير أيمن، عرف فالفيردي بدعمه الدفاعي لداني كارفاخال تحت قيادة أنشيلوتي. لكن المدى الذي أصبح يشارك فيه داخل خط الدفاع كان لافتاً تحت قيادة ألونسو. مثال رائع على الانسجام بين ألكسندر أرنولد وفالفيردي جاء في الشوط الثاني، عندما تقدم ألكسندر أرنولد لمواجهة الجناح الأيسر سفينسون، فتراجع فالفيردي لتغطية المساحة وإغلاق الطريق على فيليكس نيميشا الذي حاول الدخول من العمق. إنها آلية دفاعية ذكية تشبه نظام البكرات المتكاملة، ويبدو أنها ترضي ألونسو بقدر ما ترضيه فعالية الهجوم والقدرة على التصدي للكرات. قال ألونسو بعد المباراة لذا أثليتيك: كان تعديلاً تكتيكياً نريده. كان على فالفيردي أن يقرر متى يتراجع ومتى يضغط للأمام، لكننا نعلم أنه لاعب متكامل يمنحنا كل ما نحتاجه ونستخدمه في مهام مختلفة. فعندما تعب ترينت استخدمناه كظهير أيمن. أنا سعيد للغاية بتدريبه، إنه لاعب مهم جدا لنا. لماذا هذا مهم؟
لأن ألكسندر أرنولد وفالفيردي سيكونان مطالبين بإيقاف أقوى جبهة هجومية يسرى في أوروبا عندما يواجه ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم الأربعاء. مهارات خيفيتشا كفارة سخيليا تمثل خطراً كبيراً، لكن المشكلة الأكبر تكمن في تحركات زملائه من الخلف، والتي تعني أن ريال مدريد سيكون مطالباً بتركيز عال على الأطراف، سواء كانت انطلاقات الظهير الأيسر نونو مينديز أو أحد مهاجمي باريس أو لاعب الوسط المساند غالباً فابيان رويز. فإن فريق لويس إنريكي يتقن سحب المدافعين خارج أماكنهم. في ربع النهائي أمام بايرن مايونخ كانت تمريرة كفارة سخيليا إلى دزيريه دوي خلف دفاع كومباني غير المنظم هي ما أدى إلى عرضية عادت إلى فابيان رويز على حافة المنطقة، ولو كانت تسديدته أدق لعاقب باريس خصمه مبكراً. حتى عندما لا تصل التمريرة تظل هذه التحركات مؤثرة كتمويه. أوضح مثال جاء في مواجهة باريس ضد إنتر ميامي في دور ال16 عندما انطلق دويه مجدداً من الخلف وقطع كفارة سخيليا للداخل وانطلق نحو المرمى دون أن يتمكن أحد من إيقافه إلا بارتكاب خطأ. ورغم أن البعض قد يحمل الدفاع المسؤولية، فإن السرعة والانسيابية والثقة التي يلعب بها باريس سان جيرمان لإرباك الدفاعات وصناعة المساحات تمثل مستوى هجومياً من الطراز الرفيع. لكن بالنسبة لجماهير مدريد فإن الخبر السار هو أن الفريق بدأ يظهر نفس القدر من المرونة والانضباط تحت قيادة ألونسو، سواء بالكرة أو بدونها. وإذا أراد ريال مدريد إيقاف تهديد باريس من الجهة اليسرى فعليه أن يكرر التعاون المثالي بين ألكسندر أرنولد وفالفيردي.